يا صباح الفل وصباح الياسمين على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. هنعمل النهارده وصفه حلوه قوي قوي. وفطار غدا. مكونه من صينيه واحده سهله وبسيطه، كلنا بنحبها في الاعياد وبنحبها غير الاعياد. ساعات كده بيهفنا علينا كده ان احنا عايزين نعملها، بس اهم حاجه نسلق اللحمه. والنهارده انا عايزه اسلق اللحمه بطريقه حلوه كده، وتكون شوربتها مش هقولك شوربه دسمه وكده، لا شوربه آه، سمينه. تكون طعمها تقيل كده، من الشورب الحلوه اللي طعمها بيكون مختلف وحلو. اول حاجه زي ما انت شايفه كده، حطيت معلقه السمنه، معلقه الزبده، عليها معلقه الزيت. لو عندك مش عندك معلقه زيت عادي، بس حاجه بسيطه يعني. وزي ما انت شايفه اللحمه ما فيهاش دهون كتير. وهنزل بقى كده فيها في الحله، والحله سخنه وتطشطش كده، تسمعي صوت الطشطشه بتاعها. واهم حاجه لما تكوني غاسله اللحمه تسيبيها تحطيها في مصفى عشان تتصفى وتنزل ميتها. لما تيجي تنزل في الحله ما تنزلش ميه كتير. تمام. وانا ما قلبتهاش الا لما اتشمعت شويه. هنا بقى عندي جزرايه، بصلايه، طماطمايه، ورق لورا، حبهان، قرنفل، مرقه دجاج. عايزه تحطي قرفه حطي. حاجات بقى كده بتخلي الشوربه عظمه. تمام. المهم انا جبت بقى كل الحاجات دي جنبي، بدأت احط المنكهات الورقية او العطرية دي، التوابل يعني الاول قبل الطماطم والجزر والبصل، عشان انا برضو عايزة لسه اقلب على الناشف تاني، مش عايزة اي سوائل دلوقتي. عايزة اشم ريحة التوابل كده وهي مع اللحمة بس. وهترشي رشة من الفلفل الاسود بس كده. انا ما حطيتش اكتر من كده على اللحمة. ملح، حطيت الملح في الاخر خالص لما اللحمه استوت ودابت، انا ما بحطوش في الاول. هنزل بقى بالبصل والجزر والطماطم، الحاجات اللي هتخلي الشوربه زي السكر. هتقولي انا بسلقها الاول عشان اطلع الريم وكده. انت لو غسلاها كويس يعني، طبعا اللحمه ولا بتتغسل يا جماعه ولا بملح ولا بخل ولا اي حاجه من الكلام ده خالص. اللحمه هي الحاجه الوحيده اللي بتتجاب من عند الجزار مضمون، بتتشطف شطفتين ولا حاجه وتتنشف حلو بمناديل مطبخ او تصفيها وبس كده. طبعا لازم هتنزلي على اللحمه اللي اتشوحت دي او خدت صدمه دي بميه مغليه مغليه، ما تكونش بردت برضو، علشان اللحمه ما تشدش منك وتغيب في السوا والكلام من ده. تمام. حطينا ايه بهارات تاني؟ حطيت ورق لورا، قرنفل، حبهان، مكعبين ماجي، بس كده. بس مش عايزه اكتر ولا اقل. دي حته من الماسوره بتبقى كويسه قوي في الشوربه. مش عاده بعمل بيها شوربه الصراحه، يعني نادرا لما بكون عايزه زي ما قلت لك شوربه سمينه. اكتر من كده لا. غسلت برضو حلو كده. عندك فرش عاملاها لتنظيف الاسماك بقى، تنظيف الحاجات دي. ممكن تنضفيها برضو من بره لو هي مش نظيفه او كده، او انت شاكه فيها. بس غسلتها وحطيتها بعد ما شوحت الكلام ده. هنا كانت اللحمه استوت ما شاء الله. شايفه لون الشوربه؟ لون بجد عظمه، ولا هو مغمق ولا هو فاتح خالص تحس انك عامله شوربه ميه. لا، لونها بجد حلو قوي. استوت سوا مظبوط جدا. بصوا دايبه ازاي، انا اصلا مسكتها كده وهي مولعه بس عشان اوريها لكم يعني. دايبه خالص. في المرحله دي بقى انا كنت بحط الملح، حطيت معلقه صغيره من ممسوحه من الملح مش اكتر. هي اللحمه بتبقى طعمها مسكر لو انت عاملاها حلو وظبطاها وحاطه لها خضار حلو وظبطاها يعني في سلقها، بتبقى شوربتها مسكره ومش محتاجه حياه. تعالوا هنا بقى نعمل شويه رز ابيض من اللي قال عليهم الكتاب. رز ابيض حلوين كده بالسمنه البلدي، علشان طبق الفتة العظمة ده مش هيخلى من غير رز أبيض بالسمنة البلدي. حمر معلقة سمنة كده، حطيت عليها الرز الأبيض المغسول وهحمره كده، وهحط عليه حبة ملح وافضل احمص فيه عشان بس يتفلفل معايا وما يعجنش. وخدي بالك لو بتعملي في حلة ستيلستين زي الرز، تقللي المية وتشوحي الرز شويه، علشان اوريدي اصلا الرز هيستوي منك حتى لو الميه مش كتير. انا حطيت هنا نص الكميه ميه، وحطيت لو خدتي بالك ملح بس، ولا حطيت فلفل ولا مرقه. ليه؟ علشان هاخد كبشتين من الشوربه الممتازه دي. شايفه لون الشوربه؟ تحس انك مكعب مرقه نازل في الرز. تمام. طبعا مش عايزين مرقه، مفيش احلى من كده. المرقه الشوربه بتغنينا عن المرقه والبهارات. هي طبعا الشوربه متبهره ومظبوطه ومية مية.
هسيب بقى الرز كده، شربته زي ما انت شايفاه وسبته على جنب يبقبق، وهديت عليه زي الشمع عشان دي حله ستيل تاني. هاخد بقى معلقتين كده من الزيت، عليهم معلقتين من الثوم المفروم، وهعمل صلصه الصيام ليه تأثيره يا جماعة. صلصة الفتة، طبعا تومتين كده مفرومين عليهم زيت، هتنزلي تطشيهم بالخل، عاملة بالظبط زي صلصة الكشري، مفيش فرق، هي دي. حبة خل بقى كده مظبوطين. حابة تحطي كبشة شوربة مع الصلصة تمام. انا بقى في تكاية كده بعملها، ما بضيفش الشوربة هنا نهائي، في تكاية تانية بعملها كده هعملها معاكم برضو عشان اسقي بيها العيش، هي دي التكاية. معلقتين زيت برضو كده صغننين، عليهم برضو نص كمية الثوم كده اللي انا خدتها، ما تكتريش، حاجة بسيطة قوي يعني، ممكن تكون باينه لكم كتير بس هي يعني دي نص معلقة صغيرة. ويا ستي هتشهم برضو يعني 5 معالق خل كده، وكبشتين شرب من الشوربه الحلوه دي، دول اللي انا هسقي بيهم او هشرب بيهم العيش المحمص. مش هشربها بقى من الشوربه اللي هي بتاعت الفراخ على طول، كده كده احنا واخدين منها هنا، بس انا كنت عايزه احس بطعم الثوم وطعم الخل كده يكون ظاهر، احسن ما احط شوربه اللي هي البيضه كده اللي هي شوربه اللحمه دي من غير ولا خل ولا ثوم. وطبعا طبق الشوربه بتاع اللحمه ده جنب طبق الفته، لا يستغنى عنه طبعا، ده عظمه كده، خليه كده لوحده، ده ما يتلعبش فيه بقى ولا تحط خل ولا الكلام من ده. فعشان كده انا عملت الكميه دي على جنب كده في طاسه صغيره، عشان انا حبيت اشرب بيها العيش، ودي الطريقه اللي بيعملوها في المحلات، سواء بقى فتة كوارع، فتة لحمه، فتة اي فته، بيعملوا الحته دي التركيه دي عشان يبقى الطعم ظاهر. العيش وريتهولك كنت بحمصه في الفرن، هبدأ بقى كده اكسره عادي يعني. تكسيرة العيش دي بقى على حسب براحتك انت، لو اول مره تدخلي المطبخ ويعني مبتعرفيش تعملي مثلا الفته او اول مره تعمليها، العيش بقى صغير كبير براحتك انت، بس الاحلى ان هو يكون بنفس الحجم ده او صغير مش كبير قوي، عشان يعني ايه بالمعلقه كده كل واحد ياخد لقمه العيش على حبه الرز، ما تبقاش العيش كبير قوي. وبرضو انا بحب ما غرقش العيش ده شوربه زياده، يعني ما يبقاش زي ما بيقولها كده ايه منغنغ او في الشوربه، يعني عشان اللي ما بيحبش، اللي عايز يحط تاني يحط، انا من النوع اللي بحط حاجه بسيطه قوي، اللي هو بس ايه بشربه كده مش بغرقه. من الكبشتين بقى الشوربه الحلوين دول على الخل على الثومه اللي انا برضو حمرتها، بس كده، ومش عايزه اي حاجه تاني، مش هحط اكتر من كده. لو تاخدي بالك العيش اللي على الوش لسه محمص وحلو ومش هيشرب قوي، عشان لما تيجي تحطي الرز عايزه تحطي انت صلصه زياده، تحطي شوربه زياده، يبقى الموضوع ما يعني ما فلتش منك في الاول وانت خلاص عجنتي العيش في الاول، فاهماني؟ حابه بقى اللي حابب يزود يزود. الرز بقى المفلفل التحفه اللي معمول بالسمنه ده او بالزبده، طبعا هو الرز الابيض بيبقى يعني ليه تكايه كده اللي انا وريتها لكم، هي بتحمصيه شويه بالذات بتاع الفته علشان يبقى مفلفل ومبقاش معجن، عشان هي الفته رز على عيش فالموضوع تقيل شويه، فتخلي بالك وتخليه مفلفل معاكي تمام. هنا بقى انا حمرت كده حتتين برضو لحمه علشان تبقى على وش الفته، طبعا كشكل وكطعم هتبقى احلى بكتير من المسلوقه على وش الفته. يعني الرز مسلوق والعيش في شوربه، فايه نجيب حاجه كده يعني تكسر شويه الروتين ده ونحمرها السنه كده. طبعا ما تحمرش في زيت ولا حاجه، دي برده معلقه سمنه صغننه وخدت وش وظهر وخلاص، يعني مش تقيله ولا حاجه. وادي الصلصه اللي احنا عملناها، برده صلصه الفته بتكون خفيفه شويه عن صلصه الكشري او صلصه يعني الطبيخ، عاده تكون خفيفه شويه ما بتكونش تقيله قوي تمام. يعني لو مفرزاها زي كده اديها غلوه غلوتين بس واقفلي عليها، لاقياها تقيله زودي شوربه زودي ميه وعدلي الملح بقى بتاعك والحياء بتاعك. انا مفيش حاجه عجبتني في الوصفه دي الصراحه الا الشوربه اللي انا عملتها بالطريقه دي. انا الصراحه مش بعملها على طول الطريقه دي الا لو هحتاجها كده في حبه فته هسقي بيها حبه عيش الفته، هعمل بيها مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، يعني رز بقى اعمل بيها محشي مثلا، تكوني عايزه شوربه كده مظبوطه سمينه كده تمام. لكن لو هتاكليها كده مع الطبيخ متهيالي عادي تعمليها بالطريقه العاديه جدا، وما تقعديش بقى تعبي نفسك وتحمري وتحطي الخضار والكلام ده، حطي كله مره واحده لما الميه تغلي وخلاص.
هنا كنت خلصت خلاص الوصفه بتاعتي، وصفه كلها في طبق واحد كده تعمليه، تحطيه على السفره، كل واحد طبق قدامه يغرف من الطبق العملاق ده، وتاكلي احلى فطار واسهل بقى ومش هتقفي كتير.